السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله رايحين نحضروا كيف تكتوكة مشوية ولا تكتوكة بالفلفل مشوي. لتحضير الوصفة نحتاجو الفلفل الحلو، من المستحسن يكون هذاك الفلفل الأحمر. بالفلفل الأحمر رايحة تجي بنينة، الأخضر تاني يجي بنينة، لكن الفلفل الأحمر يجي بزاف بنين. 8 سنينة توم، زيت نباتي ولا زيت الزيتون. نحتاجو الطوماطيش طيبة، هنايا على حساب واش عندك. كيما انايا ما كانش عندي بزاف طوماطيش طيبه، كانوا عندي 2 حبات درتهم. في هذه الحاله نزيدو شويه على كونسونطري الطوماط والبيض حسب عدد افراد العائله. مور ما غسلت الفلفل ديالي ونشفته، تقبته بالموس ودرتو يتنشوا في الكوشه، يعني فرشته في سنيوه، ما درت لا زيت لا والو، وحطيته في السنيوه ودرتو في الكوشه وشعلت له من الفوق، درتو يعني يتنشوا من الجهه الفوقانيه. كي دار الوجه هدايا تنشوى من الفوق، رايحه نقلبو على الوجه التحتاني، يعني كل مره راني نقلب، سورتو الا كانت الحبه ملحمه وخشينه. هذه الطريقه تاع الشوي هذه خير من كي تشوي فوق الفرن، رايح يجي بنين خير وخير، وتانيت ما تخمجلكش الدنيا، تبقى الدنيا نقيقيه. اللي ما تحبش تشويه في الكوشه تشويه فوق الطابونه. دير شويه زيت في المقله، تقدروا ديروا زيت المائده ولا زيت الزيتون. هادوك سينات تاع الثوم قطعتهم، ما تسكر في جهه لا تدرسيها. في هذه التكتوكه جينيرالمون في التكتوكه الثوم تجي مقطعه تجي بنينه، يعني عن تجربه كل حاجه تحب الثوم تاعها كيفاش تكون. لو غو تاع الثوم راح يتبدل على حسب كيفاش قطعناه، يعني على حساب ولا مدروس ولا مقطع ولا معصور. هنايا الطعم اللي نحتاجه هو تاع الثوم كي تكون مقطعه صغيره هكذايا. نديرو معاها مغرفه تاع طوماطيش مصبره، ولا عندكم بزاف طوماطيش تاع الحب اللي تكون طيبه ديروا غير طوماطيش تاع الحب دو بريفيرونس، ما كان له ديروا طماطم مصبره. انا هنايا ما كانش عندي بزاف طوماطيش، كانوا عندي غير 2 حبات، سكرفشتهم. مالا كنت مضطره اني ندير مغرفات على كونسونطري الطوماط، درتها مع الاول مع هذيك الثوم تتقلى، تقلات مليح في الزيت. طماطم كي تتقلى راح تنقص لها هذيك الحموضه ديالها. مور اللي تقلات لي شويه، ما تخلوهاش حتى تتحرق بزاف، يعني تقلى غير شويه. مور اللي تقلات درت هذيك الطوماطيش مسكرفجه وخليتها تتقلى. في بدايه الوصفه كنت نسيت باش نهضر لكم على الفلفل الحار، يعني كاين اللي يحبوا الفلفل الحار، اللي تحب الفلفل الحار دير حبيبات حار يتشواو مع هذاك الفلفل. بعد ما تقلت هذيك الطوماطيش نزيد لها شويه ماء، نغلق عليها نخليها تتجمر. هنا الفلفل ديالي كملت نشوى، كنت قلبته على كامل الجهات. القشره راهي تتنحى وحدها، تجي سهله. هنا مازالو سخون شويه، من المستحسن كي نخرجوه نغطوه بكاش حاجه، يعني حاجه اللي تجي قياس سوا قيس سنيوه، ولا نديرو فيه تبسي ونغطوه بان بول، خاطر هكذا كيزيد يعرق، كي يعرق يجي ساهل والقشره تنحى بالخف. انا هنا راني نقشر في الفلفل، ما يحتاجش نعاودو نغسلوه، كنت غسلته في الاول. نحيلو غير هذيك القشره، نحلو بالعقل، نحي هذيك الزريعه الدخلانيه كامل. من المستحسن فوق لوح التقطيع تجي الخدمه سهله. كي تكملوا قطعوه بالطريقه اللي تحبوه. فهاد التكتوكه دو بريفيرونس يجي الفلفل مقطع خيوط خيوط، الا ما حبيتيش هذوك الخيوط يجوك بزاف طوال، قسمي حبه الفلفل على 2 معليش وقطعي الخيوط ديالك، سورتو الا كانت حبه الفلفل طويله بزاف. هذيك لاصوص ديالي كانت تتجمر غير بالعقل. هنا شربت شويه، نزيد لها شويه ما. الكشوكه تاعنا هنا ما تجيش طايبه في الزيت، تجي شويه مايها. اللي يحب الحر في هذه المرحله ديروه في لاصوص ديالكم وخلوه يتجمر ويطلق لو غو تاعو مليح مليح في لاصوص، باش ما تجيش جهه حاره على جهه. كي يطلق هذاك الحر زيدوا الفلفل ديالكم، ندوقها على الملح ونغطي عليها ونخليها تتجمر. لازم الفلفل يجي شويه شارب الملح، هاد التكتوكه ما تجيش مالحه، تجي شويه رايحه في الحلاوه، ديروش بزاف الملح. نغطيها ونخليها تتجمر. من جهه الفلفل رايح يطلق البنه تاعو في لاصوص، ومن جهه واحده اخرى الفلفل رايح يشرب البنه تاع لاصوص.
دوكا ندير البيض من الفوق. رايحه نديرو محوح محوح، يعني المح تاع البيض نخليه هكذاك ما نحلوش. اللي حبت تحلو هي تجي شابه هكذا بهاد الصفه. وتانيت كي تسربيه في التباسه كل واحد ديري له مح ولا زوج في التبسي ديالو، رايحه تجي بزاف بنينه وتجي شابه تانيك. نغطيها ونخلي البيض يطيب في غردو على نار قليله. التكتوكه هذه قلت لكم تجي شويه فيها الماء، يعني ما تخافوش ماهيش رايحه تلصق، خلوها طيب غير بالعقل. كي تشوفوها طابت كيما هكذا راهي نشفت، خلوش هذاك البيض حتى يطيب كامل، يعني الصفر ديالو رايح في هذيك السخانه، رايح يكمل طيابو في هذيك لافابور. واللي يحبوا نص طياب يطفي عليه من قبل، تاني رايح يجي بزاف بنين. هاي الكشكوكه ديالنا جات بزاف بنينه وخفيفه، درتها مع كسرة الشعير، تجي بنينه مع المطلوح ولا خبز طاجين، تجي بنينه مع المدلوكه، يعني كاع الخبز التقليدي تجي بنينه معاه. هذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، في امان الله.